ولذلك الآن فسدت البيوت أو كثير منها على هذا المبدأ، فصارت المرأة هي التي تطلب الرزق، وتمردت على زوجها، وصار أبوها أو أخوها يمنعها من الزواج لأنه يريد أن يستغل رزقها، وامتلأت البيوت من الخدم، وصارت المرأة إذا جاءت إلى البيت ليس لها إلا النوم أو الوسوسة أو الذهاب يمين وشمال، وفسد كثير من الأمور. لكن لو أن الناس اهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعرفوا أن المرأة ليس لها إلا ملاحظة البيت، لا يطيعن فرشكم أحد تكرهونه، لأنها هي تتولى الفراش، فراش البيت سواء فراش النوم أو فراش الجلوس، هي التي تتولاه. أما الرجل فيتولى الرزق والكسوة وما يتعلق بالحياة العامة. نسأل الله أن يرد المسلمين إلى حال سلفهم الصالح. نعم.